السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم جميعا. النهاردة لحد 10 نوفمبر 2024 هندردش في بعض الورق قبل جلسة الاثنين 11 نوفمبر 2024، وهنبدأ بابن سينا إن شاء الله. احنا كنا امبارح قلنا اللي هو عنده مستهدف قرب ال6 جنيه أو حوالين ال6 جنيه. ما قدرش يوصل ليها في جلسة النهاردة، وعمل هاي 5 جنيه 85 وابتدى ينزل يجني أرباح. اللو بتاعه 5 جنيه 65. هيبقى عندنا أول دعم خط الاتجاه العرضي ده عند ال45. تاني دعم خط الترند ده، والخط ده متصاعد، يعني هيبقى من 5 10 5 15 5 30 حسب ما يوصل ليه. ده بالنسبة لابن سينا. آه، أجواء عرضي. أجواء عرضي وعنده خط ترند هنا. يبقى دعم أجواء وقف الخسارة 61 جنيه 30 قرش. قرب قرب للتنمية. قرب للتنمية والاستثمار العقاري. عنده دعم هنا اهوت عند جنيه 16 قرش، محافظ عليه بقاله 4 جلسات. كسر وقف خسارة. أول مقاومة لينا 128. أرابيا انفستمنت هولدنج قلنا عنده مقاومة خط الترند ده، وصلها في جلسة يوم 7. نفذ عند 54 قرش و3. النهاردة ما قدرش يزيد عنها، وعمل شمعة سلبية. هيبقى أول دعمنا 52 يليه 51. أسمنت سينا كان عامل راية، ابتدى يمشي عرضي فأصبح أسمنت سينا عرضي. يبقى هنلغي الراية دي، نمسحها، يبقى عندنا الدعم بتاعنا عرضي. تمام. يبقى كده الخط ده كده عند ال33 ونص. يبقى دعم ابن سينا، دعم سينا للأسمنت، سوري، سينا للأسمنت 33 ونص. طب والمقاومة؟ المقاومة 35 وربع. هيبقى أسمنت سينا أصبح عرضي. نستناه عند ال33 ونص، وبرضه نستناه عند ال35. طبعا أنا ولا هقول بيع ولا اشتري. قرار البيع والشراء ده بتاع حضراتكم. أسك التعدين برضو عرضي عند ال38 60 الدعم. المقاومة عند ال40 جنيه. أصول الوساطة دعم 76. النهاردة عمل شمعة سلبية. اللو بتاع 76 ونص، بس هو عنده دعم هنا اهوت اللي هو كان نازل منه قبل كده 76. يعني 76 ده نقطة كويسة، المفروض ما يكسرهاش. لو كسرها يتحول للسلبية. هو مازال إيجابي. أطلس قلنا ينوط فيه مقاومة في الحتة دي، تخطاها بس ما قدرش يقفل فوق منها، قفل تحت منها. عمل هاي 78 8 وقفل 77 2. قلنا دعمه في ال73 في الفيديو اللي فات. أهل التنمية دعم 33 70. إلكو في اتجاه صاعد، دعم أساسي 170 قرش ما يكسروش. كسر وقف خسارة فورا. لو اخترقوا هيبقى فيه كلام تاني. يبقى دعمنا الأساسي في إليكو جنيه و70 قرش. بنك المصري لتنمية الصادرات مش قادر يخترق مقاومة 18 جنيه ونص. 4 5 جلسات مش قادر يخترقها.
ممكن يعاود يقفل الفجوة دي. هنا في فجوة ودعم هنا اهوت عند 17 وربع. هل ينزل يختبرها لإعادة العزم؟ الجيزة منفذ فوليوم 100 مليون النهاردة بشمعة 20%. أول مقاومة لينا عند 49 ده تقريبا. بيقلد لوتس. الجيزة العامة للمقاولات كان في نفس السعر، بيقلد لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي. كان في نفس السعر، واتكلمنا على لوتس في 38 قرش وال 39 تقريبا. هو نفس الكلام. بس هنا في الجيزة المقاولات عنده دعم قرب 50 قرش أو في حدود 50 قرش. مقاومة في حدود 50 قرش. طب دعمنا فين؟ 45 تقريبا كده. بكرة جلسة بكرة الاتنين 45 قرش الدعم. كسرها يبقى هينزل، بس هو أعتقد لو بكرة هيوصل هيجيب 50 قرش بكرة. المناجم يا سلام يا سلام على الجمال، ماشي زي ما الكتاب بيقول وسمعان الكلام. يبقى المناجم يا سلام على الجمال وسمعان الكلام. كسر 44 وارد نشوف بال4 جنيه. هنا اهوت كده اهوت. قلنا مش قادر يتخطى الخط الترند ده، مش قادر يتخطاه. النهاردة اللو بتاعه 4.38. قفل 4.5. لو كسر هنا وارد نشوفه بال4 جنيه، وارد. لكن لو تخطى 4.55 دلوقتي مبدئيا 4.55 يتحول للإيجابية. دولية الأسمدة السهم إيجابي، عنده مقاومة بكرة عند 10.66. تخطاها يبقى عندنا أول حاجة، أول هدف احنا ممكن نشوف النموذج ده. 11.5. يبقى أول أهدافنا 11.5 في الدولية الأسمدة والكيماويات. دولية الأسمدة تخطيه 10.66 يبقى هنشوفه ب11.5، وبعد كده بال12 أو قرب ال12 أو حوالين ال12. اتكلمنا عليه في أكتر من فيديو. نشوف اللي بعد منه سودك. سودك دعم 61 جنيه دلوقتي. الشمس عنده هدف عند شمس الإسكان والتعمير عنده هدف عند 27. هو قافل 6.8. وارد ينزل يقفل الفجوة دي عند 6.70 ويرجع يكمل هدفه. الصعيد العامة للمقاولات يا على الفوليوم، عامل 32 مليون 82 مليون 82 مليون. خلاص هتقول ايه بعد الفوليوم ده؟ ربنا يسهل اللي معاه. نشوف شيني وبعدين العم المنتجات الخزف شيني عرضي. العبوات مقاومة 1.40 جنيه، تخطاها 1.5 بعد كده. لو قلنا على دعمه لا دعمه بعيد. في دعم قريب 130 قرش. ريماس اتكلمت عليه امبارح وقلت ممتاز، والسعر ده ممتاز بصراحة، ماشي على الكلام زي الفل. النهاردة عمل له 83.4 وعمل فوليوم كويس، والهاي بتاعه 90 قرش. دي أول مقاومة ليه، وارد يجني من عندها شوية.
العز الجوهرة. دعم 26.60، مقاومة حوالي 28 جنيه. تخطاه يبقى عندنا 30، ثم بعد كده 38. قاهرة الزيوت من غير كلام عنده دعم هنا في 24 جنيه، مفيهوش كلام. القناة للتوكيلات الملاحية، قلنا عنده دعم عند 22.5، النهاردة جايب 22.35، قفل 22.40. الدعم اللي بعد منه 21.70، والسهم بيجمع في الحتة دي. مقاومة حوالين 23 جنيه لهدف قرب 28 جنيه. هنكتفي بالجزء ده. بالنسبة للجزء الأول هنكتفي بعدد الأسهم دي، وإن شاء الله بالتوفيق. دمتم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.